رواد ورائدات السينما المصرية. أحمد سالم لا يمكن إنكار دوره كرائد من رواد السينما المصرية. اسمه بالكامل أحمد علي سالم، من مواليد الشرقية عام 1910 وسط أسرة عريقة الثراء. كان والده علي سالم من رجال التعليم، وعمه نجدي سالم عضوا لمجلس الشيوخ في برلمان 1924، وعمه الثاني عبد العزيز سالم وزيرا 1926. ثم التحق بجامعة كامبريدج في لندن، ثم اجتذبته هواية الطيران، وعاد إلى مصر بالطائرة بعد أن حصل على درجة أستاذ في الهندسة وهو في سن 21 سنة، والتحق بالعمل كمهندس في شركات عبود باشا، ثم تركها بعد عام ونصف إلى وظيفة مساعد مدير القسم العربي بالإذاعة المصرية هنا القاهرة، ورقي إلى منصب مدير القسم العربي إلى أن جاءت الفرصة ليتجه الطيار المذيع إلى السينما. فقد احتفل بنك مصر بالعيد 15 لتأسيسه عام 1935، وقام بحكم عمله بالإشراف على نقل وإذاعة الحفل، فلفت إليه نظر طلعت حرب باشا الذي عرض عليه منصب مدير عام شركة مصر للتمثيل والسينما، وكان يشغل هذا المنصب من قبل ليتو باروخ صاحب شركة اسطوانات أوديون. وتولى أحمد سالم استكمال تأسيس استوديو مصر، واستقدم له الفنيين من الخارج بجانب الاستعانة بالفنانين والفنيين المصريين كأحمد بدرخان وكمال سليم ونيازي مصطفى وولي الدين سامح ومصطفى والي. أفلام استوديو مصر. ومن أشهر الأفلام التي أنتجها استوديو مصر في عهده أفلام وداد، العزيمة، سلامة في خير وغيرها. ثم فيلم لاشين الذي قامت بسببه أزمة سياسية كانت سببا في استقالته من استوديو مصر وجميع شركات بنك مصر وقتئذ. أفلامه الخاصة. اتجه أحمد سالم بعد ذلك للعمل الحر، فقام باستئجار استوديو وهبي بالجيزة، وقام بإنتاج فيلم أجنحة الصحراء بطولة حسين صدقي وأنور وجدي، لكنه لم يلبث أن توقف عن الإنتاج، ثم عاد مرة أخرى بفيلمه الماضي المجهول من بطولته وإخراجه أمام ليلى مراد. حياته العاصفة. ابتعد أحمد سالم عن السينما بعد فيلم أجنحة الصحراء، حيث شارك في أعمال تجارية كبرى في أعمال حرة أخرى مثل تجارة السلاح، وكانت له مغامرات في التجارة مشهورة حول الخوذات التي كانت تورد للجيش الإنجليزي، وأحدثت هذه المشاكل ضجة في الأوساط الفنية وأيضا السياسية، وقدم وقتها للمحاكمة. مغامراته النسائية وزواجه. تزوج أحمد سالم 4 مرات، الأولى من السيدة خيرية البكري أم ابنته الوحيدة، ثم أمين البارودي سيدة المجتمع، ثم المطربة أسمهان، والتي كان يغار عليها بشدة لدرجة أنه أطلق عليها الرصاص أكثر من مرة، وحاول الانتحار بسببها أكثر من مرة وتم إنقاذه. ثم تزوج في نهاية حياته بالممثلة مديحة يسري. اكتشف الممثلة اليهودية الأصل كاميليا، وهو الذي أطلق عليها هذا الاسم، وكان ينافس الملك فاروق في الاستحواذ عليها والتقرب لها. وفاته. توفي أحمد سالم أثناء إخراجه لفيلمه الأخير دموع الفرح في سبتمبر عام 1949، وقام باستكمال الفيلم مساعده في ذلك الوقت المخرج فطين عبد الوهاب.